السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الهبيده في كاس العالم. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن الماتشات اللي حصلت في الدور النصف النهائي او المربع الذهبي، ومين المنتخبات اللي تاهلوا الى نهائي كاس عالم قطر 2022. يلا بينا. تعالوا نتكلم عن اول ماتش اتلعب، كان ما بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الكرواتي. بدأت المباراة والمنتخب الكرواتي نازل ماسك كورة وضاغط على المنتخب الأرجنتيني. اتفاجئنا كلنا بأن المنتخب الكرواتي هو اللي مستحوذ وهو اللي بيهاجم وهو اللي بيحاول يخلق فرص، والمنتخب الأرجنتيني بيحاول إن هو يحافظ على إن هو ما يدخلش في هدف أو ما يستقبلش هدف. لكن المنتخب الكرواتي على الرغم من الفرص اللي هو صنعها، فرص قليلة جدا، على الرغم إن هو ماسك الكورة لكن ما صنعش فرص كتير، ما خلقش فرص كتير يروح بيها مهاجم المنتخب الكرواتي. نجح المنتخب الارجنتيني في اول كوره ليه على مرمى المنتخب الكرواتي ان هو يسجل الهدف الاول عن طريق الفاريز، عشان يتفاجئ بعد كده المنتخب الكرواتي بسيل من الهجمات الارجنتينيه بقياده ليو ميسي، وبيقدر بعد كده من ضربة جزاء ليو ميسي يسجل الهدف الثاني، وخلاص الماتش بيتفتح للمنتخب الارجنتيني عشان بعد كده يسجل هدف ثالث في الشوط الثاني وبيخلصوا تماما على المنتخب الكرواتي. اللي فاجئني في الماتش ده ان المنتخب الكرواتي بادئ المباراه بان هو بيحاول يستحوذ على الكوره، بيحاول هو اللي يهدد مرمى المنتخب الارجنتيني كبدايه. طول البطوله المنتخب الكرواتي معودنا ان هو بينزل يكلح قدام اي فرقه بيلعب قصادها وبيدافع باستماته لغايه ما يستغل كوره واحده بس او لغايه ما يروح بالماتش للضربات الترجيح. عمل كده قدام المنتخب الياباني وقدر ان هو بعد ما تعادل 1-1 مع المنتخب الياباني قدر ان هو يفوز بضربات الترجيح. نفس الكلام حصل وشفناه قدام المنتخب البرازيلي، واكثر المنتخب البرازيلي برضه بضربات الترجيح. طالما انتوا عايزين تلعبوا كره حلوه، يعني سؤال، انتوا ما حاولتوش تعملوا كده ليه من اول بطوله؟ وطالما انتوا ماشيين باسلوب واحد من اول بطوله، ليه منتخب الكرواتي فكر ان هو يغير طريقه اللعب في المباراه دي بالذات قدام المنتخب الارجنتيني؟ ما طالما انتوا بالمستوى ده وبالاسلوب ده كنتوا سبتوا البرازيل تصعد، على الاقل كنا شفنا ماتش امريكا اللاتينيه بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الارجنتيني كان هيبقى افضل بكتير من اللي احنا شفناه من المنتخب الكرواتي في الماتش قدام الارجنتين. المنتخب الكرواتي ما كانش عنده اي حاجه يضيفها. الخط الامامي زي ما كنا اتكلمنا في كذا مره ان الخط الامامي المنتخب الكرواتي اقل بكتير من الخط الامامي المنتخب كرواتيا في 2018. المنتخب الكرواتي حقيقي يعني هو لو كان لعب الكره دي او لعب المستوى ده في الماتشات اللي فاتت، او التوفيق ما كانش حالفه في الماتشات اللي فاتت، كنا هنشوف المنتخب الكرواتي ممكن بيخرج من دور ال 16 عادي جدا تماما. لكن الحظ واقف بجانب المنتخب الكرواتي لغايه ما وصل بيه للدرجه ديت، او لغايه ما وصل بيه لغايه هنا، لغايه قبل نهائي المونديال. لكن بيجي يصطدم بالمنتخب الارجنتيني، ويوم ما يصطدم المنتخب الارجنتيني بيفكر وبيغير طريقه اللعب تماما، بيبقى نازل عايز يستحوذ، عايز يهاجم، وعايز يعمل كل حاجه هو اساسا مش متعود عليها او هو مش متدرب عليها، او هو اللاعيبه نفسها ممكن تكون كانت مستغربه اللي بيحصل لان هم مش واخدين ان هم بيأدوا كره هجوميه. لا، ده المنتخب الكرواتي بينزل يضغط المنتخب الارجنتيني وبيعمل عكس المتوقع. المنتخب الارجنتيني بقى كان استدرج المنتخب الكرواتي لمناطقه، وبعد كده ابتدى ان هو يلعب بهجمات مرتده سريعه جدا. قدر ان هو يخلق كام فرصه، قدر ان هو يسجل هدف اول، وبعد كده ضربه الجزاء كانت حسمتها بالهدف الثاني. الهدف الثالث جه في الشوط الثاني، وقدر ان هو ينهي تماما على احلام الكروات. كنا شايفين ان ممكن المنتخب الكرواتي يحسن في الشوط الثاني وممكن نشوفه رومنتادا والماتش يحلو، لا، لكن المنتخب الارجنتيني نزل خلص على الماتش ده. غير طبعا تألق ليو ميسي اللي بيدعي بالذهب، عايز يفوز باول لقب كاس عالم ليه لانه هو اخر بطوله هيلعب فيها. عايز يجيب لقب للارجنتين قبل ما يعتزل كرة القدم، عشان يبقى قفل اللعبة، لأن هو فاز بكل حاجة، جايزة أحسن لاعب في العالم، دوري أبطال، دوري أسباني، دوري فرنسي، كل الدوريات اللي لعب فيها فاز بيها، فاز بكل البطولات. متبقي بطولة وحيدة وهي البطولة الغالية، هي بطولة كأس العالم. هل هيقدر ليو ميسي إن هو يفوز باللقب الثالث مع المنتخب الأرجنتيني ويأول ليه وينهي مسيرته الكروية مع المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم، ولا هنشوف ايه اللي هيحصل يوم الاحد في النهائي اللي هيتلعب على ملعب لوسيل امام المنتخب الفرنسي اللي هنجيله بعد شويه؟ المنتخب الارجنتيني يعتبر بدأ البطوله بشكل سيء لغايه ما بعد كده ابتدى ان هو يصعد واحده واحده، والثقه رجعت تقريبا قدام
المنتخب الهولندي، خصوصا بعد ضربات الترجيح المتعثره قدام منتخب هولندا، قدر ان هو يرجع الثقه مره ثانيه للمنتخب الارجنتيني، وابتدوا اللعيبه يشيلوا فوق كتافهم حمل ان هم عايزين يجيبوا اللقب للمنتخب الارجنتيني ولبلادهم. هل ليو ميسي هيقدر يعمل ده؟ خلي بالك انا في حاجه برضو عايز اقولها، ان النهارده طلع خبر ان ليو ميسي في اصابه في اوتار الركبه وغاب عن التدريبات النهارده، فمش عارفين لسه الدنيا هتروح لفين، وهل هو هيكون جاهز للماتش النهائي ولا ممكن نشوف نهائي ما بين الارجنتين وفرنسا كاس عالم قطر 22 وميسي بيغيب عن اخر مباراه تقريبا ليه في كاس العالم. هنشوفوا ايه اللي هيحصل. اما تاني مباراة معانا هي مباراة المنتخب الفرنسي امام اسود الاطلس، كانت مباراة قمة في الدراما ومباراة دراماتيكية بمستوى عالي، رغم ان المباراة خلص للمنتخب الفرنسي بهدفين مقابل لا شيء، لكن انا عايز اسقف للاعيبه المنتخب المغربي، عايز اسقف لكل الجهاز الفني، عايز اسقف لكل اللعيبه اللي ادت بطاقة عالية وبروح عالية جدا، ادوا اداء عالي جدا وشرفونا وشرفوا كل العرب. المنتخب المغربي اللي بيقدر يقدم مستوى رائع طول البطوله، كل اللي اقدر اقوله ان المنتخب المغربي شرفونا وشرفوا كل العرب. ما كناش الواحد يتوقع ان هم يوصلوا للي هم فيه وعيشونا الحلم وعيشونا حلم ان احنا ممكن ليه لا ما نفوزش بكاس العالم، المنتخب عربي يفوز بكاس العالم. لكن انا عايز اقول لكل الناس اللي بتهاجم وتقول ليه المنتخب المغربي ما قدرش وكان ممكن يوصل المباراه النهائيه، انا عايز اقول لهم ان اللعيبه دي بتلعب تقريبا كل 3 ايام، كل 3 ايام بتلعب ماتش، فكانت يعني اللي باين في الماتش ان اللعيبه مرهقه وعندك كم اصابات في الدفاع رهيب جدا. عتاب الوحيد على وليد الرجراجي ان هو غير طريقه اللعب من 4-3-3 ل 5-3-2 او ل 5-4-1. ليه غيرت طريقه اللعب؟ انا ما كانش عندي اي مشكله ان احنا نخسر، بس ان طريقه اللعب تثبتها 4-3-3 زي ما كنت بتلعب بيها في المباراه السابقه، تلعب بنفس طريقه اللعب. ليه غيرت؟ وشايف ان رومان سايس طالما ان هو ما كانش جاهز ما كانش ابتدى بيه من الاساس، لان انت ضيعت تبديله في اول المباراه. انا شايف ان الهدف اللي دخل فيهم كمان في اول مباراه تقريبا في اول 10 دقائق كان السبب كبير جدا في ان اللعيبه مثلا عزيمتها تتهز شويه او تتوتر. خطا دفاعي قاتل من كل اللاعبين، لكن المنتخب المغربي كان ليه ردة فعل شرسة جدا، قدر ان هو ينزل الشوط الثاني. احنا شفنا المنتخب الفرنسي بيدافع قدام المنتخب المغربي، شفنا منتخب فرنسا في اخر 30 متر من ملعبه، في نص ملعبه في اخر 30 متر، وشفنا المنتخب المغربي صنع كم فرص رائع جدا. وانا شايف ان هم قدوا مباراه مثاليه ومباراه رائعه. الوحيد اللي فعلا اللي كان بيعاني هو اشرف حكيمي في الجبهه بتاعته بهجمات عن طريق كيليان امبابي بسرعاته الرهيبه. انا ما شفتش كده الصراحه. كيليان امبابي كان بياخد الكره من قبل نص ملعبه وكان بيجي لغايه الجول. برضه الجول الثاني اللي جابه منتخب فرنسا كان عن طريق كيليان امبابي، هو اللي صنع الجول. كيليان امبابي مستوى فعلا اسطوري، وشايفين واحد ان هو ممكن وهو في سن 23 سنه هيبقى معاه لقبين كاس عالم، ووصل النهائي الثاني ليه على التوالي. ده طبعا قمه الانجاز. انا شايف ان كيليان امبابي هيكون واحد من احسن اللعيبه في العالم، وقريب جدا هنشوفوه بياخد الكره الذهبيه. يمكن بشكل كبير ممكن نشوفه السنه الجايه بيفوز بالكره الذهبيه لو قدر يفوز بكاس العالم مع المنتخب الفرنسي السنه دي، عشان تبقى تاني كاس عالم ليه، وهيبقى فاضل له كاس عالم وحيده ويعادل رقم بيليه اكتر لاعب فاز بكاس العالم، وهو بيليه البرازيلي ب3 بطولات. المنتخب الفرنسي هو ما غامرش كتير، ما قدمش كتير في المباراه. قدر طبعا ان هو يجيب هدف اول عن طريق سيو هرنانديز، لكن المنتخب الفرنسي ما شفناش او هجمات قويه من المنتخب الفرنسي طول الماتش. بعد كده شفنا كره جيرو اللي جت في العارضه، بعد كده المنتخب الفرنسي ما شفناش منه اي حاجه بتهدد مرمى المنتخب المغربي، وكان مسيطر المنتخب المغربي ومستحوذ على الكره بشكل كبير جدا وهدد مرمى المنتخب الفرنسي بشكل كبير. عبد الرزاق حمد الله انا ما فهمتش الصراحه، وكان معاه فرصه تاريخيه بان هو يسجل هدف التعادل للمنتخب المغربي، وكان الماتش ممكن يروح في حته ثانيه خالص، لكن انانيه عبد الرزاق حمد الله اللي هو ما بقاش. انا مش عارف هو كان عايز يعمل ايه، فتحت عنده زاويه التسديد ما سددش، كان جنبه لعيب فاضي الناحيه ديت ما قدرش ان هو حتى يديله الكره يسجل منها وهو هدف. لا ده هو خد الكره وحب يرقص بيها ويخش بيها منطقه ال 18 ويسجل هدف، لكن الزاويه اتقفلت قصاده واتقطعت منه الكوره وراحت فرصه كانت ممكن تكون هدف التعادل لمنتخب المغرب. وساعتها انا
شايف ان لو كان المنتخب المغربي قدر يسجل من الكرة دي هدف اول او هدف التعادل، كان الماتش هيروح في حته تانية خالص، وكان ممكن المنتخب المغربي يصنع الفرق ويروح لضربات الترجيح، وساعتها كان ممكن نشوفه المنتخب المغربي في النهائي. لكن قدر الله ما شاء فعل، المنتخب المغربي ادى اداء اسطوري طول البطوله، اللعيبه عملت اللي عليها، المدرب عمل اللي عليه، حتى الجماهير في المدرجات عملوا اللي عليهم، وكانوا بيشجعوا لغايه اخر دقيقه، عارفين ان فرقهم تعبت او فريقهم تعب طول البطوله، كل اللعيبه تعبت، ما بذلوا جهد كبير، ما بخلوش علينا باي نقطه عرق. المنتخب المغربي فعلا يستاهل اللي هو وصل له، واتمنى ان هم يحققوا مركز ثالث قدام المنتخب الكرواتي يوم السبت في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع. اتمنى ان هم يقدروا يتفوقوا على منتخب كرواتيا، البطوله لسه ما انتهتش يا رجاله، تقدروا ان انتوا تاخدوا ثالث العالم، ويبقى انجاز تاريخي لكل العرب وليكوا ولكل الامه العربيه والامه المسلمه. المنتخب الفرنسي قدر ان هو يصعد لتاني نهائي ليه على التوالي عشان يواجه المنتخب الارجنتيني في مواجهه هتكون قويه جدا مستنيانا في يوم الاحد. خلونا نتكلم عن الماتش ده ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، حلقه التوقعات، ونشوفوا مين البطل كاس عالم 2022 قطر. هل هيكون المنتخب الفرنسي، ولا هيكون لقب اول لميسي وينهي بيه مسيرته، ولا المنتخب الفرنسي كيليان امبابي عنده راي اخر ويقدروا يفوزوا باللقب الثاني ليهم على التوالي عشان تبقى البطوله الثالثه في تاريخهم، وهم بعد المنتخب الايطالي والمنتخب البرازيلي يبقى هم المنتخب اللي قدر يحقق البطوله ده مرتين ورا بعض. وهنا تكون انتهت حلقتنا، نتمنى نشوفكم في حلقات جايه، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للحلقه لو عجبتكم، وما تنسوش حلقه التوقعات اتفرجوا عليها الحلقه الجايه، وتوقعوا معانا مين بطل كاس عالم قطر 2022. سلام عليكم.